خلصنا الدرس التاني بالكيمياء والبهاريز بتاعت الكيمياء اللي جواه، بس محتاجين محتاجين نطبق عليه على هيئة أسئلة. وزي ما اتعودنا احنا كل أسئلة علينا فيها مجال ان احنا ممكن نتسأل فيها. والنهارده هعرضكم من أول سؤال معايا ان هو ممكن يجي سؤال اكتب المصطلح العلمي، او ممكن يجيلي سؤال عرف. يعني هو ممكن يجيلي بالسؤال ده او ممكن يجيلي بالسؤال ده. واول سؤال معايا بيقول لي جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا، بس حسب قال لي خدي بالك ده على حسب كتلتها الذريه. يا ترى ايه الجدول اللي معايا اللي رتبت فيه العناصر على حسب الكتله الذريه؟ هقول لك خد بالك ده اول جدول حقيقي عمل العالم مندليف، وداخلين ذكرى الرجل العظيم معاه سميته على اسمه. يبقى الجدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب كتلتها الذريه. هكتب الجدول الدوري لمندليف. طب السؤال رقم 2 هو اللي بتلخبط فيه. ليه؟ عشان هو السؤال رقم 1 بس هغير لك في كلمة واحدة بس. ايه هي الكلمة بتاعتي؟ بيقول لي جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا، بس المرة دي على حسب قال لي خدي بالك على حسب المرة دي أعدادها الذرية. يبقى أنا هرتب على أساس أعدادها الذرية. طب المرة دي بقى هكتب الجدول الدوري لمين؟ هقول لك جه بعد مندليف عالم مهم جدا معايا، سميته مين؟ سميته العالم موزلي، وتخليدا لذكراه يبقى الجدول يتسمى على اسمه. يبقى اسمه اسمه الجدول الدوري لموزلي. والسؤال رقم 3 من الأسئلة الحلوة اللي في الكيمياء اللي انت ممكن تلخبط فيها معايا، تيجي نشوفها مع بعض، وهي الصفوف الأفقية بالجدول الدوري الحديث. يا ترى ايه الصفوف الأفقية دي اللي بالجدول الدوري الحديث؟ اقول لك هنرسم كده الجدول على هيئة كروكية، وكان هو بالمنظر ده اهو. كان عبارة عن شوية مجموعات وشوية دورات ماشية بالمنظر ده اهو. طيب اللي انا ماشية فيها من اعلى الى اسفل بالمنظر ده يبقى دي اسمها مجموعة. طب لو انا ماشية كده اهو افقيا ده كده اسمها رأسيا. طب وهنا لا ده كده ماشية افقيا. طب لو انا ماشية افقيا دي عندي اسمها دي اسمها عندي دورة. يبقى اجي اقول لك في الامتحان الصفوف الافقية بالجدول الدوري الحديث تبتدي افقية، يعني هي ماشية كده، يبقى دي اسمها معايا؟ اسمها الدورات. طب هو انا اصلا كان عندي كم مجموعة وكم دورة رئيسية في الجدول الدوري الحديث؟ هقول لك سهلة، كان ساعتها عندك 7 دورات افقية اهي، 7 دورات افقية، وكان عندك 18 مجموعة رئيسية. وكنت ما كنتش بحفظهم، انا كنت عارفاهم من الجدول الدوري. كنت ساعتها على الشرح عديت معاك الجدول واحدة واحدة وعرفت ان هما 7 دورات افقية 18 مجموعة رئيسية. طيب السؤال رقم 4 وهو التالت، بس برضه هغير في كلمة. الكلمة اللي معايا بيقول لي الأعمدة الرأسية. يعني مرة قلت أفقية، مرة قلت لك كلمة رأسية بالجدول الدوري الحديث. يا ترى بقى المرة دي الرأسية هيكون اسمها معايا لا ده هيكون معايا اسمها المجموعات. يبقى انت ممكن تقول لي المجموعة. طيب فلزات تقع في أقصى يسار الجدول الدوري الحديث. يا ترى الفلزات اللي في أقصى اليسار اللي على ايديك الشمال بالظبط أول مجموعة بتقابلها دي كنا بنسميها فلزات ساعتها أثناء الشرح كنت بقول لك خد بالك بسميها فلزات الأقلاء. يبقى أنا هكتب هنا كلمة أقصى يسار الجدول الدوري الحديث اسمها فلزات الأقلاء. سؤال رقم 6 وبيقول لي الفئة التي تنتمي إليها الهالوجينات. ساعتها كنت بقول لك هم 4 مجاميع ما عنديش غيرهم في الجدول الدوري الحديث. مجموعتين على يسار الجدول الدوري الحديث اسمها مجموعة الأقلاء ومجموعة الأقلاء الأرضية، ومجموعتين على يمين الجدول الدوري الحديث كنت ساعتها بسميها مجموعة اسمها الهالوجينات. كان ساعتها هنا في 6 مجموعات، ادي 1 2 3 4 5 وادي 6.
ساعتها هيكون ايه؟ ساعتها هيكون 6 مجموعات، وكنت في الحتة دي كنت بسميها مجموعة الهالوجينات. يبقى الجزء ده كان اسمها مجموعة 7A اهي 7A او الهالوجينات. والمجموعة الأخيرة دي كنا بنسميها المجموعة الصفرية، المجموعة الصفرية، أو بنسميها مجموعة الغازات الخاملة. ساعتها بقى لما أقول لك الفئة التي تنتمي إليها الهالوجينات، وكنت ساعتها قسمت لك الجدول الدوري الحديث لفئة اسمها فئة اس، يبقى الفئة اللي فوق دي كان اسمها فئة اس، والفئة اللي في النص دي كان اسمها فئة دي. لو مش فاكرين ممكن نرجع لمحاضرة الشرح بتاعتنا. والفئة دي الفئة اسمها الفئة بي، وكان الأسفل هنا اهو في فئة تانية عملها العالم موزلي وهي اسمها الفئة اف، وبتتكون من مجموعتين. طيب الفئة بقى اللي فيها الهالوجينات، فين الهالوجينات؟ الهالوجينات اللي هي أقصى يمين الجدول الدوري الحديث، تقع في يمين الجدول الدوري الحديث. طب الفئة دي يبقى دي اسمها الفئة ايه؟ الفئة بي. يبقى انا في سؤال مصطلح العلم ده هكتب لك الفئة ايه؟ هكتب لك الفئة بي. السؤال السابع مع بعض وبيقول لي التمثيل النقطي لإلكترونات التكافؤ حول رمز العنصر. يا ترى التمثيل النقطي حول إلكترونات التكافؤ ده كان بسميه عندي ساعتها، كنت بقول لك خد بالك التمثيل النقطي بتاع عمنا لويس مجموعك في الامتحان. ايه هو التمثيل النقطي ده؟ هو يبقى هو نموذج لويس النقطي. يبقى انا هكتب هنا ايه؟ هكتب هنا نموذج لويس النقطي. والسؤال الأخير معايا وهو بيقول لي إيه؟ عناصر ينتهي التوزيع الإلكتروني لها بعدد 5 أو 6 أو 7 إلكترون. يا ترى الإلكترونات أثناء التوزيع أنا كنت بوزع بالطريقة اتكلم نابك أو بطريقة عمنا لويس وكان آخرها يا 5 يا 6 يا 7 إلكترون، دي كان عندي اسمها إيه؟ كان عندي إما فلزات، لا فلزات يا غازات خاملة. طب اللي آخرها 5 6 7 لا، دي ساعتها كان اسمها اللا فلزات. شفتوا مع بعض ان الكيمياء سهله ازاي؟ بس محتاجه حد ايه؟ محتاجه حد يركز معايا. هستناك نشوف السؤال الجاي مع بعض. تعالوا نشوف سؤال جديد من الاسئله معانا، وهنا تفتكروا سهل معايا بس محتاج تركيز عشان تعرف تحله صح وتبقى ضربته في الامتحان. تيجي نشوف سؤال اختر مع بعض. وبيقول لي اول سؤال اختر تقع المجموعة الأقلاء الأرضية في نقط من الجدول الدوري الحديث. يا ترى مجموعة الأقلاء الأرضية دي بلاقيها في أنهي حتة؟ أفكرك كنا لو عملنا الجدول بتاعنا كده رسمة كروكي مع بعض، كان فينا مجموعتين وكان فينا 10 مجموعات وكان في هنا 6 مجموعات، 1 2 3 4 5 وادي السادس معانا. طب يا ترى بقى الأقلاء الأرضية في أنهي حتة من دول؟ كنت ساعتها بقولك دي اسمها الأقلاء وماليش دعوة بيها، مش اللي بسأل عليها، ودي اسمها أقلاء أرضية. يبقى رقم 2 دي معايا اسمها ايه؟ اسمها الأقلاء الأرضية. طب لو أنا بصيت على اتجاهات، يا ترى اليمين ويا ترى الشمال ولا يا ترى اليمين ولا يا ترى في المنتصف، أقول لك لا، في الجزء ده كده بالنسبة لي ده كده يسار الجدول الدوري الحديث. يبقى ايه الاختيار الصح معايا؟ هل يا ترى يسار؟ هل يا ترى يمين؟ هل يا ترى وسط؟ هل يا ترى أسفل؟ هقول لك لا طبعا الاختيار الصحيح معايا هو اختيار هي في يسار الجدول الدوري الحديث. طب 2 تنتمي المجموعة الصفرية بالجدول الدوري الحديث إلى الفئة، يا ترى إلى الفئة إيه؟ طب كنا قسمنا الجدول لكام فئة؟ كنا قسمناه ل4 فئات. دي الفئة كان اسمها الفئة اس، ودي الفئة كان اسمها الفئة دي، ودي كان اسمها فئة بي، وفي كان تحت هنا اهو فئة جديدة اسمها الفئة اف. يبقى اللي تحت هي أسفل الجدول الدوري الحديث الفئة الرابعة اسمها فئة ايه؟ الفئة اف. طب تنتهي المجموعة الصفرية. طب فين المجموعة الصفرية؟ هاجي أقول لك أصل احنا كنا أخدناها في الجدول الدوري الحديث اللي هي آخر مجموعة من ناحية اليمين. يبقى تنتهي المجموعة الصفرية بالجدول الدوري الحديث إلى الفئة إيه يا ترى؟ الفئة اف ولا الفئة دي ولا الفئة بي ولا الفئة اس؟ أقول لك لا طبعا ده كده اليمين بتاعي يعني في الفئة بي، يبقى الاختيار الصح هو الفئة بي. طيب السؤال التالت بيقول لي تضم المجموعة الصفرية اللي احنا لسه فيها دي اللي هي آخر مجموعة من
الجدول الدوري الحديث يا ترى بالنسبة لي تضم حاجة اسمها ايه؟ فلزات، ولا بتضم اللافلزات، ولا بتضم اشباه الفلزات، ولا بتضم الغازات الخاملة؟ هقول لك لا، خد بالك دي بتضم حاجة عندي اسمها الغازات الخاملة. اصل كلها يا اما اخرها 8 الكترون يا اما اخرها 2 الكترون، عشان كده خدها في فئة وحدها، وهي اخر الجدول الدوري الحديث من ناحية اليمين في الفئة B، واسمها فئة ايه؟ الغازات الخاملة. السؤال 4 بيقول لي من اللافلزات. خد بالك الأسئلة دي كلها على الجدول الدوري الحديث، يعني أنا لو عرفته كويس وفهمته كويس جدا هقدر أحل. طب ما فهمتهوش خلاص على الله حكايتك. بيقول لي من اللافلزات عنصر، يا ترى عنصر ايه من اللافلزات؟ لما ادور على حاجة لافلزات، ترى المغنيسيوم، يا ترى الصوديوم، يا ترى الاسترانشيوم، يا ترى البروم. سمع حد هيقول استرانشيوم بس دي غريبة عليا، يبقى هذه الإجابة الصح. أقول لك لا، ده مش المبدأ اللي بنحل في الكيمياء خالص. مبدأنا اللي احنا فاهمين هنعرف نحل، مش فاهمين هنعرف نهبط كويس جدا والهبد هيطلع معايا غلط. طيب اللافلزات، مغنيسيوم لا، ده في الأقلاء الأرضية. طب صوديوم ده في مجموعة الأقلاء وهما الاتنين فلزات. طب سترونشيوم لا ده مخدتوش. طب البروم يبقى هو ده اللي عليا، وهو من عناصر مجموعة الهالوجينات. تعرف عناصر الفئة دي، يا ترى الفئة دي اللي هي الفئة اللي في النص دي، الحتة اللي في النص معايا دي، يا ترى بسميها ايه؟ كنت بسميها ايه ساعتها اثناء الشرح؟ كنت ساعتها بقول لك خد بالك ان انا هسميها بالعناصر الانتقالية. طب عناصر خاملة لا، دي اخر مجموعة اللي هي من الفئة بي. طب عناصر انتقالية صح. اقلاء لا، اقلاء دي في اول مجموعة خالص. طب اقلاء ارضية لا، دي تاني مجموعة من بعد الاقلاء. يبقى الإجابة الصح معايا هي العناصر الانتقالية. طب رقم 6 بيقول لي العدد الذري. يا ترى العدد الذري للغاز الخامل الذي يقع في الدورة الثانية، ترى اللي يقع في الدورة الثانية هو يا ترى ايه؟ قال لي ثواني، انت الدورة الثانية يعني كده انت عندك مستويين للطاقة، مستوى اسمه كي ومستوى اسمه ال، وهو اللي بيقول لي انا بقع في انهي حتة؟ انا بقع في الدورة الثانية. طيب الكي هيكون فيه كام الكترون؟ هقولك زي ما اتفقنا ان اول مستوى دايما بيتشبع باتنين الكترون. طب هو بيقول لي ايه؟ هو غاز خامل، معروف ان الغازات الخاملة عندي يا اما اخرها 8 يا اما اخرها 2. طب 2 امتى؟ لما يكون معايا الهيليوم. بس انا في المستوى التاني، المستوى التاني بيحمل ب2 الكترون؟ لا، ده دايما بيحمل ب8 الكترون. في حالة ايه؟ في حالة ان انا لو كنت غازات خاملة زي ما هو جايب لي في السؤال، يعني في حالة الغازات اهي الخاملة. يبقى العدد الذري بتاعي كام وانا في المستوى اللي اسمه اللي معايا 2.8. يبقى الإجابة الصح معايا هي إجابة ايه؟ اختيار 10. من الأسئلة الحلوة اللي ممكن تجيب لي سؤال مقالي أو سؤال اختياري، وهو نموذج لويس النقطي. بس أنا هعتبره في السؤال ده كأنه سؤال مقالي، كأنه لسه أول مرة أحل، مش هعتبره كأنه سؤال اختياري وهو المفروض أختار الإجابة الصح. بيقول لي أي مما يلي يمثل تركيب لويس للنقطي لذرة النيتروجين، وكاتب لي إن النيتروجين هي equal 7. طيب أول حاجة زي ما اتفقنا إن إحنا هنكتب رمز العنصر. طب 7 توزعها ازاي؟ يبقى 2 5. هات اللي هشتغل عليه. طب هشتغل على ايه؟ لا، هشتغل على الالكترونات المستوى الخارجي الطاقة بتاعي اللي هما 5. طب هو قال لي ايه؟ قال لي خد بالك ده انا هوزع فرادى اولا ثم الازدواج. ادي الفرادى اهي، ادي 1 2 3 4. وصلت لل5؟ لا لسه ما وصلتش ل5، يعني كده ايه؟ هتزوجي اهي بالمنظر ده. ممكن انا اكتبه بالمنظر ده، ممكن حد في الكومنتات هو يكتبهولي بالمنظر ده. ادي الان وانا عندي اهي كام الكترون فوقيها او كام دوت للويس النقطية؟ قال لي 5. يعني ادي 1 2 3 4 5 كده صح. ممكن حد يكتبها بطريقة تالتة وبرضه هيكون صح معايا. يبقى مين الاختيار الصح في تركيب لويس النقطي؟ هيا ترى دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ هقول لك لا طبعا هختار اللي فيها 5 الكترون، وهي دي الاجابه الصح معايا. تعال نشوف نوع جديد من الاسئله معايا وهو سؤال اكمل. سؤال رقم 3 معايا وهو سؤال اكمل، وبيقول لي رتبت العناصر في الجدول الدوري لمندليف.
يبقى انا كده اهو انا في اول جدول وهو للعالم مندليف. يا ترى معايا حسب نقط بينما رتبت في الجدول الدوري لموزلي. يبقى انا كده معايا جدولين، واحد لمندليف وواحد لموزلي. يا ترى على حسب ايه؟ طب مبدئيا عالم مندليف رتب على اساس ايه؟ رتب على اساس الكتله الذريه اللي هو الرقم اللي بيتكتب فوق اعلى يسار العنصر. طب موزلي لا، ده رتب على اساس العدد الذري اللي هو الرقم اللي بيتكتب اسفل العنصر. يبقى هنا اهو مندليف هكتب ايه؟ لا، على حسب كتلتها الذريه. طب بينما بالنسبه للعالم موزلي قال لي خدي بالك على حسب عددها الذريه. وده الفرق بين مندليف وبين موزلي. طيب السؤال ده ممكن يجي على هيئة ايه؟ ممكن يجي على هيئة اختيار؟ لا، ده ممكن يجي على هيئة صح وغلط. ده ممكن كمان يجي على هيئة سؤال أكمل زي ما شايفين دلوقتي في السؤال ده. ينتمي عناصر الأقلاء إلى الفئة نقط. يا ترى عناصر الأقلاء دي بتنتمي للفئة ايه؟ قال لي خدي بالك ده احنا كنا أصلا راسمين الجدول بتاعنا بالمنظر ده. كنا عندنا كده مجموعتين جنب بعض، والمجموعة اسمها الأقلاء اهي. نتعود على الرسم بحيث ان احنا ايه اي سؤال يجي لنا لا احنا فاكرين الجدول الدوري الحديث اللي هو ال 118 عنصر معايا. ودي عندي اسمها الأقلاء الأرضية، وفي هنا 10 مجموعات وكنا بنسميها الفئة دي، ودي الفئة طبعا اس شاملة المجموعتين دول معايا. وهنا يجي معايا 6 مجاميع وهو عبارة عن الفئة بي. 1 2 3 4 ادي 5 وادي 6. ودي كده الفئة اس، دي الفئة دي اهي دي اس دي، ودي الفئة بي. تنتمي عناصر الأقلاء إلى الفئة، الأقلاء دي أول فئة يبقى هي الفئة اس. بينما تنتمي عناصر الهالوجينات، يا ترى لأنهي فئة بالظبط؟ الهالوجينات اللي هي كانت المجموعة اللي قبل الأخيرة دي اللي اسمها 7A، اسمها 7A. طب في أنهي فئة؟ في الفئة B. يبقى هكتب هنا الفئة B. هي الإجابة رمز؟ هقول لك الإجابة معايا رمز وآخد عليها كمان الدرجة بتاعتي. يطلق على عناصر المجموعة 1A. يا ترى عناصر المجموعة معايا اسمها 1A دي اسمها 1A. بيطلق عليها اسم ايه؟ كنت ساعتها بقول لك انا عندي 4 مجاميع بس كل مجموعة معايا بيبقى ليها اسم معين. اول مجموعة اسمها مجموعة الاقلاء يطلق عليها اللي هي ال1A، يبقى هكتب كلمة الاقلاء. بينما يطلق على عناصر المجموعة 7A. يا ترى 7A اللي هي دي معايا كان اسمها ايه؟ كنت ساعتها بقول لك خد بالك دي كان ليها اسم معايا اسمها الهالوجينات. يبقى انا هكتب هنا كلمة ايه؟ لا انا هكتب هنا كلمة الهالوجينات. سؤال رقم 4 بيقول لي ينتمي عنصر البوتاسيوم إلى مجموعة نقط بينما ينتمي عنصر الفلور إلى مجموعة نقط. طب في السؤال ده أنا محتاجة منك إيه؟ محتاجة منك اسم المجموعات. هتقولي مثلا مجموعة الأقلاء، لا ده أنا عندي مجموعة مثلا الهالوجينات، لا ده أنا عندي مثلا مجموعة الأقلاء الأرضية، لا ده أنا عندي مجموعة تانية اسمها مجموعة الغازات النبيلة أو الغازات الخاملة. طيب عنصر البوتاسيوم، البوتاسيوم كان في حتة الأقلاء كنا بنقول ساعتها ليثيوم صوديوم بوتاسيوم ريبيديوم سيزيوم فرانسيوم. طب يبقى البوتاسيوم ده في اي مجموعه؟ قال لي خدي بالك ده في مجموعه الاقلاء. بينما عنصر الفلور الى مجموعه ايه؟ ساعتها كنت بقول لك فلور كلور بروم يود. تاني فلور كلور بروم يود. يبقى هنا مجموعه ايه؟ مجموعه الهالوجينات. طب المجموعة 1A جميع عناصرها من نقط باستثناء الهيدروجين. يا ترى المجموعة اللي اسمها 1A اللي هي دي جميع عناصرها من ايه؟ ساعتها اقول لك العناصر اللي عندي يا فلزات يا لا فلزات يا غازات خاملة. طيب المجموعة ايه؟ جميع عناصرها بالنسبة لي أقلاء، وهي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فلزات بس باستثناء ايه؟ باستثناء عنصر الهيدروجين. يبقى جميع عناصرها من ايه؟ من الفلزات. طيب بينما المجموعة 7A جميع عناصرها يا ترى من ايه؟
قال لي 7 اي عكس ال 1 اي، يعني دي فلزات، دي بالنسبه لي لا فلزات. يبقى انا هكتب هنا وصل اكمل ايه؟ هنا لا فلزات. سؤال 6 وبيقول لي تقع عناصر الفئة F. يا ترى الفئة F تقع فين في الجدول الدوري؟ ساعتها كنت بقول لك خد بالك ما ننساش المجموعة اللي تحت اللي هي أسفل الجدول الدوري اللي قال عليها العالم موزلي. يبقى تقع عناصر الفئة F نقط الجدول الدوري. لو شفنا هيبقى أسفل الجدول الدوري. هكتب كلمة إيه؟ أسفل الجدول الدوري. بينما تقع عناصر الفئة دي، الفئة دي اللي هي دي نقط الجدول الدوري، يبقى منتصف أو وسط الجدول الدوري الحديث. العنصران Mg12 وكالسيوم 20 يقعان في نفس النقط. يا ترى هما الاثنين بيقعوا في نفس ايه؟ بينما العنصران معايا باريوم 4 وكربون 6 يقعان في نفس النقط. حاجة زي كده بعمل ايه؟ بوزع الأربع عناصر معايا. طيب انت قلت ايه؟ مغنيسيوم 12، يبقى انا كده عندي مغنيسيوم 12. حاجة اوزعها يبقى 2 8 2. حلو. طب كالسيوم 20 قال لي والله خدي بالك ده الكالسيوم 20 اهو. حاجة اوزعها 2 8 8 2. طيب بالنسبة لباريوم 4 وكربون 6 قال لي والله ده انت عندك البي اي 4 تبقى 2 و2. طيب بالنسبة للكربون 6 قال لي والله ده هتكتبي الكربون 6 هي كربون 6 تبقى 2 بعد كده 4. طبعا لو جمعت كل الحاجات دي لازم تساوي العدد الذري بتاعي. طب الاحظ ده هنا مستوى الطاقة الأخير اهي، عدد الإلكترونات هنا هيساوي عدد الإلكترونات، بس ايه الفرق؟ ده هنا زود مستوى طاقة كامل. يعني كده في مجموعة دورة أنا في مجموعة، عشان كل ما بنزل في المجموعة كل ما بزود مستوى طاقة كامل. يبقى العنصرين دول يقعون في نفس ايه؟ في نفس المجموعة اللي هي المجموعة اللي ماشية كده معايا. طب بينما العنصران BA4 والكربون 6 ده بالنسبة لي يقعان في ايه؟ لو انا بصيت يبقى 2 ورا 2 بعد كده 2 3 بعد كده 2 4، يعني هما الاتنين ماشيين في دورة واحدة. يبقى هما الاتنين بيقعان في ايه؟ في دورة واحدة، يبقى في نفس الدورة. طيب السؤال التاني واللي قبل الأخير وهو بيقول لي أضاف العالم، يا ترى درست كام عالم؟ لا درست علماء كتير، كل عالم عمل منه عمل اكتشاف أو اختراع خاص بيه هو نسبه لاسمه. أضاف العالم نقط المجموعة الصفرية التي تضم الغالب من الخاملة. يا ترى بيضاف ايه؟ قال لي والله خدي بالك ده اللي ضاف المجموعة الصفرية وضاف للمجموعة دي في آخر الجدول الدوري الحديث هو العالم موزلي. يبقى اكتب كلمة ايه؟ موزلي. تبدأ كل دورة من دورات الجدول الدوري بعنصر نقط عدا الدورة تبدأ بعنصر نقط. طيب لو ركزنا في الجدول الدوري الحديث بيبدأ دايما بفلز، بعد كده فلز، بعد كده أشباه فلزات، بعد كده لا فلزات، بعد كده غازات خاملة. طب نزلت تحت الدورة تانية مثلا نزلت تحت ده فلز فلز، بعد كده أشباه فلزات، بعد كده لا فلزات، بعد كده غازات خاملة. يبقى تبدأ كل دورة من دورات الجدول الدوري بعنصر فلزي ما عدا الدورة الأولى تبدأ بعنصر إيه؟ لأ ده الدورة الأولى لو إحنا لاحظنا تبدأ بعنصر الهيدروجين، وعنصر الهيدروجين معاه من العناصر اللا فلزية. يبقى اكتبنا كلمة إيه؟ كلمة الهيدروجين. تعالوا نشوف أسئلة من الأسئلة الحلوة المقالية مع بعض اللي فيها تركة حلوة، واللي فهم معايا الدرس يقدر يحل معايا السؤال المقالي ده. من الأسئلة المقالية الحلوة واللي طبعا لو جت في الامتحان يبقى هو بيديك هدية معاه. تيجي نشوف ازاي نحدد موضع العناصر معايا. ولا نفترض معايا عنصر ايه؟ معايا عنصر اسمه عنصر الهيليوم 2، وبقول لك يا ترى مكانه فين في الجدول الدوري الحديث. قال لي والله اول حاجة ان همسك العنصر واوزعه. طب هوزعه ازاي؟ دي احنا كنا بنوزع في مستطيل اسمه كي، وكده بيشيل 2 الكترون، وقلت لك ساعتها عدد مستويات الطاقة بتعبر عن رقم الدورة،
وعدد الكترونات التكافؤ اللي هي الكترونات في اخر مستوى طاقه خارجي اخريه بتعبر عن رقم المجموعه. طب ما تيجي نطبق الحوار ده في الهيليوم 2. طيب الهيليوم 2 ده هعمله ازاي؟ قال لي والله انت عندك كام مستوى؟ مستوى واحد، يبقى انت كده في الدوره الاولى. طب يا ترى انت في المجموعه كام؟ قال لي والله المجموعه على حسب اللي انا عدد الكترونات التكافؤ، بس اكسبشن لايه؟ اكسبشن الغازات الخامله اللي هي اخرها يا اما 2 يا اخرها 8. طب يبقى دي اسمها مجموعه ايه؟ سهل يكون اسمها المجموعه الصفريه. يبقى هي المجموعه الصفريه. تعالى ناخد واحده تاني اصعب من الاولانيه وهي النيتروجين 7. يا ترى النيتروجين 7 ده في الدوره الكام وفي المجموعه الكام؟ قال لي والله اول حاجه قالوا تبداي تفكري هو في مجموعه كام والدوره الكام هتوزعي الكترونات. طب هتوزعي ازاي؟ ان الكي هتشيل دايما 2 الكترون. هل وصلت للسبعه؟ طيب يبقى ال هتشيل كام معايا؟ قال لي والله لازم اكمل السبعه، يبقى هتشيل 5 الكترون، تبقى 2 و5 يديني 7 الكترون وهي 7 بتاعت النيتروجين. عدد مستويات الطاقه يديني رقم الدوره. يبقى انا كده في الدوره بكام؟ حد بيقول لي انا عندي مستويين طاقه، يبقى انا كده في الدوره الثانيه. طيب الكترون التكافؤ كم الكترون معاه؟ ده 5 الكترونات تكافؤ، يبقى انا كده في المجموعه ايه؟ المجموعه الخامسه. يبقى انا كده في المجموعه 5A. ممكن تقول لي 5A او لو هتعد في الجدول الدوري الحديث المجموعه 15. طيب تعالى نشوف البوتاسيوم كده، وهنا العناصر الفلزات معاه بوتاسيوم 19. قبل ما افكر هو في المجموعه كام والدوره كام لازم اوزع الكترونين. طب هوزع، ده الكي هتاخد 2، طب والال هتاخد 8، طب والام هتاخد 8. طيب 2 و8 10 8 18، يبقى كده فاضل لي 1 على 19. هوزع في مستوى جديد اسمه ان، وده هياخد 1 الكترون. طيب عدد مستويات الطاقة زي ما اتفقنا، تعالى اكتبها لك هنا على جنب، ان عدد مستويات الطاقة دي بتعبر عن ايه؟ خد بالك دي بتعبر عن رقم المجموعة، رقم الدورة. طيب وعدد الكترونات التكافؤ الخارجية، عدد الكترونات التكافؤ الخارجية دي هتعبر عن ايه؟ لا خد بالك دي هتعبر عن رقم المجموعة. طيب يا ترى بقى في البوتاسيوم 19 ده اللي انا اخري المفروض 1 الكترون، تمام؟ وكم مستوى؟ لا ده انا عندي 4 مستويات، تبقى في الدورة كام؟ قال لي خد بالك ده كده في الدورة الرابعة. والمجموعة كام؟ لا ده المجموعة الأولى، أو المجموعة بنسميها 1A. هستناك في الكومنتات تقول لي يا ترى لو أنا عندي سيليكون 14، أو لو عندي أكسجين 8، يا ترى العناصر اللي معاك دي تقع في الدورة الكام والمجموعة الكام؟ بس تيجي ناخد سؤال غريب عليا بس محتاج تفكير معايا، بس هو سهل طبعا. بيقول لي من تركيب لويس المقابل لذرة العنصر اكس يقع في الدورة الثالثة. تاني انا دخلت على ايه؟ دخلت على تركيب لويس النقطي ورسمه لك الذرة بتاعتي، العنصر معايا اسمه اكس، وفي كام دوت؟ ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى محاط حواليه 6 الكترون. وقال لي خدي بالك ده بيقع في الدورة الثالثة، يبقى هو كده قال لي معلومتين، الالكترونات التكافؤ الخارجية كام الكترون، وفي الدورة كام معاه؟ قال لي في الدورة الثالثة. بيقول لي بقى حدد نوع العنصر، ده أول سؤال. تاني سؤال معاه رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري. طب هحلها ازاي دي؟ تعالى نحل واحدة واحدة. من تركيب لويس النقطي انا هعرف العنصر ده فلز ولا غاز خام. طب هو اخره ايه؟ انتوا لسه قايلين ان هو اخره معاكي 6 الكترون، 6 الكترون، يعني معنى كده اللي قبله كان مشبع بالالكترونات. طب انت في الدوره كام؟ الدوره الثالثه، يعني ممكن ارسم كده 1 2 3 اهي، رسمت 3 مستويات
علشان خاطر انا كنت لسه واخده عدد مستويات الطاقه بتمثل لي رقم الدوره. طيب هو اخره كام؟ 6. الدوره كام؟ 3. لكن هو اخره كام؟ هو اخره 6، يبقى لازم كده اهو ده يتشبع ب 6 الكترون. طب اللي قبليه لازم يكونوا مكتملين بالطاقه، يعني الكي هتاخد 2 والال هتاخد 8. طب لما اجي اجمع 2 و8 بالنسبه لي 10 و6 يبقى 16. طيب ساعتها العنصر اللي اخره 6 معايا، العنصر اللي اخره 6 معايا ده اهو، يا ترى ده بالنسبه لي فلز ولا فلز ولا غازات خامله؟ ساعتها كنت قلت لك خد بالك لو العنصر اخره 5 6 7 يبقى ده من العناصر اللا فلزيه. يبقى انا هكتب هنا كلمه عناصر ايه؟ قال لي حدد نوع العنصر، يبقى ده بالنسبه لي لا فلزات. طب يقول الرقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري، قلت لك على حسب الكترون التكافؤ ده يديني رقم المجموعة. طب انت عندك كام الكترون تكافؤ؟ لما جيت اعد ادي 1 2 3 4 5 6، كام الكترون تكافؤ؟ 6 الكترونات. يبقى انا في المجموعة كام؟ انا في المجموعة اللي اسمها 6A، او لو بالحروف او بالارقام بتاعتي يبقى المجموعة ال 16. عايزاك تعد العنصر ده اهو وتشوف الجدول الدوري الحديث، هل يا ترى في المجموعة 16 أو المجموعة 6A ولا لأ؟ تعالى نشوف سؤال تاني من الأسئلة الحلوة معانا من أسئلة الكيمياء. نيجي على آخر الأسئلة معانا وهو سؤال إيه؟ سؤال صح وغلط، واذكر طبعا العدد الذري، يعني سؤال اختياري وسؤال مقالي. والسؤال الاختياري بيقول لي أول سؤال يتكون الجدول الدوري الحديث من 9 دورات أفقية و13 مجموعة رأسية. ساعتها أثناء الشرح كنت بقول لك لأ، 7 دورات أفقية 18 مجموعة رأسية. طب هل العدد صح معايا؟ لأ طبعا غلط. طب إيه الصح؟ لأ، بدل 9 تكتب لي 7 دورات، وبدل 13 تكتب لي 18 مجموعة رأسية. طب يتفق الأرجون والهيليوم في كونهما غازات نشطة؟ قلت لأ خد بالك دي المجموعة اللي ضافها لي العالم موزلي كان اسمها مجموعة الغازات الخاملة، ودي كان فيها ايه؟ كان عنها اغنيه كيميائيه، هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. تاني هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. طب لما اجي اقول لك بقى دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها غازات خامله او غازات نبيله. هل لما اجي اقول لك بقى الارجون والهيليوم غازات نشطه ده كده بالنسبه لي صح؟ اقول لك لا، ده كده بالنسبه لي جمله خاطئه. طب ايه الصح بتاعها؟ بدل كلمه نشطه بكتب كلمه خامله. في ناس بتكتب لي كلمة نبيلة برضو كلمة صح. طيب سؤال رقم 3 بيقول لي تتكون الفئة B، يبقى أنا في الفئة B في الجدول الدوري الحديث من 5 مجموعات رأسية. لا ساعتها أثناء الشرح قلت لك خد بالك دي في الجنب اليمين من الجدول الدوري الحديث بتتكون من 6 مجموعات رأسية. يعني لما أجي أقول لك 5 دي كده صح، أقول لك لا دي كده غلط، التصحيح بتاعها 6 ودي جملة خاطئة. عشان ما اجي اقول لك ايه ضع علامة صح وغلط مع التصوير، ممكن يضحك عليك في الامتحان بس انا ما ضحكتش عليك في السؤال ده. عنصر يقع في الدورة الأولى، الدورة رقم 1 يعني، والمجموعة الصفرية يكون عدد الذري 1. لا تعالى نبص كده واحدة واحدة. هو بيقول لي الدورة الأولى صح؟ الدورة الأولى يعني مستوى 1، يعني المستوى كان اسمه كي وكان فيه مستوى 1. بيقول لي ايه؟ عدد الذري 1 وهو في المجموعة الصفرية. طب المجموعة الصفرية يعني اخرك 2 معايا او اخرك 8 معايا. طب المستوى ده كي هتشيل كام؟ دايما هتشيل 2 الكترون. طيب هل بقى يا ترى 2 الكترون دول عدد الذري 1 ولا عدد الذري 2؟ لا طبعا عدد الذري دي كده غلط، وعدد الذري معايا هنا 2. ما تستغربش لو كل اختيارات طلعت معايا غلط او كل صح وغلط طلعت معايا غلط، عادي انا ممكن اغلطك جدا في قلب الامتحان بتاعي. تكافؤ عناصر المجموعة 4A، يبقى أنا في المجموعة 4A يساوي رقم المجموعة. هقول لك ما احنا كنا بنجيب التكافؤ على حسب إلكترونات المستوى الخارجي للطاقة. هنا كان آخر 1 يبقى تكافؤ أحادي، طب لو آخر 2 يبقى تكافؤ ثنائي، طب لو أنا آخر 3 إلكترون زي الألمنيوم 13 يبقى أنا كده تكافؤي ثلاثي، طب لو أنا آخري 4 يبقى أنا التكافؤ بتاعي إيه؟ التكافؤ بتاعي الرباعي والمجموعة اسمها 4A. يبقى تكافؤ عناصر المجموعة 4A تساوي رقم المجموعة، طبعا جملة صح. عناصر الأقلاء والهالوجينات كلاهما أحادي التكافؤ. أقول لك ما لو جبت عنصر من أقلاء زي الصوديوم تبقى 2 8 1.
طب لو جبت عنصر من الهالوجينات زي مثلا الكلور 17 دي كده، الصوديوم 11 والكلور 17 تبقى 2 8 7. طيب ده هيفقد الكترون عشان يوصل لاقرب غاز خامل، وده هيكتسب من بره 1 الكترون عشان يوصل لاقرب غاز خامل. يعني كلاهما سواء الفقد او سواء الاكتساب هو 1 الكترون، يبقى هما الاثنين تكافؤهم واحد. يقول لك طبعا صح، جمله صحيحه معايا. طيب في السؤال بيقول لي ما العدد الذري، ويقول لي عنصر يقع في الدورة الثانية والمجموعة 6A. طيب هحل واحدة والتانية خليك انت تحلها لي في الكومنتات. ايه هو العنصر اللي في الدورة الثانية؟ ثواني، بتبتدي دورة ثانية، بتبتدي دورة يعني عدد مستويات الطاقة. انا كده هرسم مستويين، مستوى اسمه K ومستوى اسمه L. طب بس المجموعة ايه؟ قال لي خد بالك انا في المجموعة 6A، يعني كده انا اخري 6 الكترونات، بس المستوى اللي قبلي لازم يكون متشبع بالالكترون. يعني كام الكترون؟ 2. طول ما انا كي بتشبع ب 2 الكترون. طب انت كده 2 و6 يدوكي كام؟ 2 و6 يدوني 8 الكترون. يبقى انا كده جبت ايه؟ انت كده جبت معايا حاجه عندي اسمها العدد الذري. الخطوات اللي بمشي عليها دايما، اول حاجه بشوف انا في الدوره كام، بناء على الدوره برسم مستويات الطاقه بتاعتي. طب مجموعه كام؟ لا، المجموعه بتوضح لي عدد الكترونات التكافؤ، اللي عباره عن 6 الكترون. طب 2 و6 يديني 8 الكترون، يبقى العدد الذري يساوي كام ساعتها؟ 8 الكترون. هو ده العدد الذري يساوي 8. هستناك في الكومنتات تقول لي يا ترى عنصر يقع في الدوره الثالثه، ده في الدوره الثالثه والمجموعة الصفرية، يا ترى لو عنصر في الدورة الثالثة والمجموعة الصفرية هيكون يا ترى بيساوي كام معاه من حيث العدد الذري؟ واشوفكم في حلقة جديدة من حلقات الكيمياء بتاعتنا ومن دروس جديدة في الكيمياء بتاعتنا. بالتوفيق لكم كلكم.